السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الفراخ المشوية بطريقة جديدة. احنا عملناها قبل كده بس عاملاها لكم النهاردة بطريقة جديدة وحلوة جدا زي فراخ الحياتي كده. بصي، هي طريقة سهلة جدا. انا عايزة فرختين او فرخة براحتكم، تكون 1.5 كيلو او اكتر شوية بس. ونغسلها كويس جدا ونحطها في لتر مية وعليها معلقة سكر ومعلقة ملح وبعد كده معلقة خل، ونسيبهم شويه كده منقوعين يجي ساعه، وبعد كده نغسلها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. تطلع نظيفه جدا وبيضه زي ما انتم شايفين كده، ما فيهاش اي حاجه. دلوقتي كده زي ما احنا شايفين عايزين طماطميتين، وعايزين بصلايه كبيره او 2 متوسطين، وكمان عايزه ورق راوله زي كده، وطبعا التوابل زي ما احنا شايفين كده. عايزه حبهان، وعايزه قرفه نص معلقه صغيره، وعايزه كمان جوز الطيب اللي حابب، بس هي بجد بتفرق في الطعم يعني في الفراخ. وعايزه كمان توم، فصوص توم، وطبعا ملح بقى، ومعلقه صغيره بابريكا. دلوقتي كده احنا جبنا الكبه او عندكم الخلاط طبعا، في اي حاجه سهل جدا يعني، اي حاجه تخلطوا بيها. دلوقتي زي ما احنا شايفين احنا شيلنا ورق الراوله، هقول لكم هنعمل بيه ايه. دلوقتي بقى هننزل بالطماطم والبصل كده بسم الله في الكبه. اللي عايز يحط قرن فلفل حامي او رومي براحته، بس انا ما عنديش عشان كده ما حطيتش. هنزل كده بكام فص ثوم، واحط التوابل زي ما احنا شايفين بسم الله. قرفه، نحط معلقه ملح كبيره، كمان هنحط البابريكا نص معلقه صغيره. دلوقتي كمان هنحط معلقه فلفل صغيره. دلوقتي كمان ده اختياري، عايزه اقول لكم انا بحط برضو بصل بودر، ممكن تستغنوا عنه بس هو بصراحه برضو بيدي طعم. دلوقتي كده زي ما اوريكم هنحط نص كوبايه مليان كده ميه عشان الكبه تمشي ويبقى الخليط مش تقيل، انا عايزاه ولا خفيف ولا تقيل، وسطي كده زي ما احنا شايفين بسم الله. كده هننزل بالخليط كده زي ما انتم شايفين الخليط. بصوا بجد ريحته روعه تحفه بجد. دلوقتي بقى هننزل عليه ب4 معالق كده زيت بسم الله، بس زيت ملوش ريحه. هنقلبه كده. دلوقتي بقى هننقع فيه الفراخ ليله كامله في التلاجة، يا اما لو عايزينها تعملوها يعني على طول 4 ساعات بالظبط يعني، او 5 ساعات واعملوها عشان تكون خدت من التتبيله بتاعت الفراخ. دلوقتي بقى بسم الله ننزل بالفراخ كده. طبعا نتبلها من جوه من بره، وهنفتح برضو الجلد ده كده بس بايدينا طبعا، وهنحط برضو التتبيله جواه زي ما احنا شايفين كده. بصوا كده فتحت زي ما احنا شايفين كده، وحطيت بقى برضو الخلطه من جوه. بصوا بجد جميله جدا. كده بقى نحطها في التلاجة لغايه تاني يوم، او زي ما قلت لكم من 4 ل5 ساعات على الاقل. دلوقتي كده بعد الفراخ ما قعدت يوم في التلاجة، دلوقتي بقى هنجيب صينيه بس ما تكونش عاليه قوي من الحروف، عشان من فوق ممكن تاخد لون ومن تحت لا، فهي عايزينها ما تكونش عاليه قوي. نحط فيها ورقه فويل، وبعد كده نحط فيها لو ما عندكوش اللي هي الشوايه اللي تحط فيها الفراخ، ممكن تجيبوا ازازتين بيبسي عادي وتملوها ميه وتحطوها في الصينيه عادي وتحطوا فيها الفراخ. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا عندي بيتحط فيهم الفراخ زي كده. دلوقتي بقى هنحط زي ما قلت لكم ميه بسم الله كده، وقلت لكم بقى هقول لكم ورق الراوله هحط برده كده فيهم زي ما احنا شايفين كده، ونحط برده الحبهان بسم الله. كمان مقطعين شرايح ليمون كده. بجد هتخلي الفراخ المشوية في حتة تانية بصراحة يعني، جربوها بجد مش هتندموا، بجد هتلاقوها احسن من الحياتي. دلوقتي بقى هنجيب الفراخ ونحطها بسم الله كده. كمان هنحط فصين توم كده بسم الله.
دلوقتي كمان هنحط عليهم كده من فوق زي ما احنا شايفين كده. بسم الله كده تتبيله كده اللي فاضت. عايزه اقول لكم هنحطهم بقى على فرن، طبعا في الفرن على درجه حراره 180 ساعه بالظبط او ساعه الا ربع، بس نص ساعه كده بنبص عليهم عشان ما تخلوش الميه تنشف، عشان نزود الميه بس. فهي السر في كده يعني. وكده الفراخ بعد ما طلعت من الفرن بصوا بجد طالعه تحفه واحسن بجد من الحياتي. بجد يا ريت تجربوهم. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. وكده بقى بعد الفراخ ما حطيناها في طبق التقديم طبعا. طبعا عايزين تاكلوها جنب رز، جنب سلطه طحينه زي كده، سلطه طماطم، براحتكم بقى. بالهنا والشفا.